بعد مسيرة ناجحة في الملاعب الأوروبية، قرر النجم المغربي حكيم زياش العودة إلى الديار من بوابة نادي الوداد البيضاوي المغربي. النجم المصري محمد صلاح، وبعد إشراكه كبديل أمام أينتراخت فرانكفورت في دوري الأبطال في الدقيقة 74، قام بحذف صورته وجملة لاعب ليفربول عبر حسابه في منصة إكس. نتيجة 5-1 أصبحت غريبة بالنسبة لجماهير فريق أينتراخت فرانكفورت، فالفريق الألماني فاز في أولى مبارياته في دوري الأبطال على جلطة سراي التركي بنتيجة 5-1، ثم خسر في المباراتين المتتاليتين أمام كل من أتلتيكو مدريد وليفربول بنفس النتيجة. تيفو مميز للنجم لوكاس فاسكيز في مباراة ريال مدريد ويوفنتوس تكريما للنجم الإسباني المنتقل إلى باير ليفركوزن الألماني. مارك جيو أصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ البلوز تشيلسي في دوري الأبطال، ثم قام النجم البرازيلي ستيفاو لاعب البلوز بكسر هذا الرقم، رقم زميله، بعد 33 دقيقة، حيث أصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ دوري الأبطال بعمر 18 عام و5 أشهر و28 يوم.